ظن كثير من الناس أنه متى أدى الصلاة في وقتها فهي مقبولة، وهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، أي أنه يكتب لك من الصلاة ما عقلت منها، أي كنت خاشعا مطمئنا عالما بما تؤدي من الأركان والسنن، هذا هو الذي يقبل. أما الذي استحوذ عليك الشيطان فيه من الصلاة فهو حظه للشيطان. هذه الكلمات الطيبات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا جميعا على أن الإنسان يستشعر وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى في صلاته، كذلك يعلم جيدا أن الله عز وجل ينصب بصره إليه في صلاته. فإذا استيقن الإنسان واستشعر هذا الأمر أن الله ينظر إليه في صلاته، هذا يدعوه إلى الخشوع في الصلاة. فلا تظنن حبيبي في الله أنك متى أديت الصلاة بأي طريقة كانت، كنقر الغراب وبسرعة، وأسقطت عن نفسك الفرض كما تظن، فهو سقط، لكنه ربما لا يقبل، لأنك لم تكن خاشعا في الصلاة، ولم تكن واقفا منكسرا ذليلا أمام الله تبارك وتعالى. فهذه دعوة يا إخوة، أننا نخشع في صلاتنا ونستشعر وقوف الله تبارك وتعالى، وقوفنا أمام الله تبارك وتعالى. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.